الفرق ما بين البيكي ايتنج والبروبلم فيدنج ده بالنسبه لي كان مفاجاه. ما 5% من الاطفال في العالم عندهم مشكله زي دي ومحدش فاهم ان دي مشكله. اكسبيرينس الاكل كلها بالنسبه له وحش. الاطفال بيبقى بالنسبه لها اتس سكيري اكسبيرينس. بالنسبه لهم الاكل الاخضر ده مرعب، الاكل الاحمر صعب. في اطفال بتخاف من الطماطم. ايه الريد فلاجز اللي انا الحظها على ابني او بنتي واقول مثلا لا الموضوع مش بس بيكي ايتنج، ده ممكن يكون بيوند؟ الطفل اللي مش بياكل ده مش بيتدلع، مش عنيد، هو بجد عنده مشكله. طيب لو ولادي مثلا عندهم بروبلم فيدنج، هل ان انا اساعدهم او اخليهم يطبخوا معايا ده ممكن يساعدهم في حل المشكله؟ فكره القعده على الترابيزه او وقت الوجبات دي حاجه مهمه قوي للطفل. الطفل لما بيفضل ياكل نفس الحاجه كل يوم بنفس الطريقه بيزهق. طب هل اني اكل ولادي بالعافيه هل ده صحي يعني ولا بيضرهم اكتر؟ تبلعها يعني تبلعها، مش هنتحرك غير لما دي تتمضغ أيوة. وتتبلع. هو ممكن ياكله بس هو علاقته بيكي انت بقى تبقى شكلها عامل ازاي. عشان عايزاه ياكل موزه فاحطها له في وسط الساندوتش وهو يكتشف فيتضايق. ممكن يعمل مشكله في التراست ما بين الطفل والام.